السلام عليكم. أسئلة سهلة وبسيطة والإجابة عليها سهلة وبسيطة زادة. يا هل ترى مازال ثم شكون عنده شك أنه قيس سعيد غير كفء، أنه غير قادر باش يدير شأن البلاد والعباد؟ مازال ثم شك أنه هو ما يحيط نفسه إلا بغير الأكفاء اللي كيفه، اللي مستحيل على يديهم يجي خير للتوانسة؟ يظهر لي واضح. السؤال الثاني، يا هل ترى مازال ثم شكون عنده شك انه الراجل هذا غير طبيعي، انه مداركه العقلية ربي يشفيه ويلزمه يمشي يعالج؟ مازال ثم شك، ثم شكون يشك في هذا؟ مازال ثم شك بعد اللي صار مع الشركات الأهلية والاستيلاء على أراضي الدولة وتفقير البلاد وبيعان خيراتها، بأنه قيس سعيد هو اللي يتزعم الفساد مع أخوه نوفل وعاتكة والجماعة اللي دايرين بيه. يظهر لي ما ثم حتى شك. الحاجة الأخرى، يا هل ترى ثم شك إنه هو عميل للجزائر وللإيطاليين وللجهات الأجنبية ومستعد يبيع روحه لأي حد مقابل إنه يبقى مقيم عام في تونس؟ الرجل خائن وعميل. أنا نسأل الناس اللي كل حد كيفاش يراه الشرف، ثم اللي يراه في أمه، ثم اللي يراه في زوجته وبنته، ثم اللي يراه في حماية رزقه والأرض متاعه، يقول لك العرض والأرض. ولكن اللي أهم وأكبر من هذا هو وقت اللي تكون حاجة أغلى من أمك ومن مرتك ومن أرضك ومن كل شيء، اللي هي الوطن، البلاد متاعك. تنجم تدعي انه انت عندك عرض وعندك شرف وقت اللي تدافع على واحد عميل وخائن؟ يا اخي انت عندك اليوم شك في انه هو غير كفء وانه فاسد وانه مجنون وانه عميل؟ اعطيني حاجة واحدة تثبت انه ما هواش عميل للنظام الجزائري والميلوني، وانه لما فشل في انه يشري الفرنسيس بالطريقة الدنيئة هذيك ولا مستعد يرتمي في أحضان أيا كان مقابل أنه يقعد مقيم عام في تونس. أعطيني ربع دليل ونمشي معاك. أعطيني ربع دليل أنه مش فاسد وأنه العائلة متاعه ماهيش فاسدة. أعطيني دليل واحد أنه مش مجنون. أعطيني دليل واحد على الكفاءة متاعه. يا رسول الله، يا رسول الله، راهو ما عادش ثم مجال للفرينة. راهو سيء. العزوزة مش هزها الواد، مشيت العزوزة، مشيت حتى الواد نشح سيء. راهو ما عادش ثم مجال للفرينة. يهديكم. غير كفء، فاسد وخائن، عميل. أكثر من هكا، أكثر من هكا ومازال ثم عباد تهز في الفرينة؟ يا رسول الله.